عشان نعرف أكثر عن هالشخصية العظيمة رجعنا لوصف من قابلوه أو عاصروه. ويليام إيدي اللي كان أول مفوض أمريكي في المملكة بعهد جلالة الملك عبد العزيز، واللي رافقه في رحلته البحرية إلى قناة السويس، تكلم عنه في مذكراته ووصفه بقوله: كان الملك عبد العزيز بن سعود من أعظم الرجال في القرن العشرين، فقد جمع مملكته ووحد شعبه بقيادته الخاصة واكتسب قدرات ملحمية عظيمة. كان الملك طويلا عريض المنكبين، وكان صيادا حذقا ومحاربا باسلا، وقد تفوق في تعقيب آثار الجمال ومعرفة دهاليز الصحراء. وكما وصفه جون فيليبي واللي كان مستشار ومرافق الملك عبد العزيز، يقول: الملك عبد العزيز قائد حكيم ومفاوض ماهر، يتمتع بشخصية قوية وكاريزما جذابة، كما أشاد بذكائه وفطنته في إدارة شؤون الدولة وتوحيد البلاد، ووصف بأن رجل دولة عظيم ترك بصمة لا تنسى في تاريخ الجزيرة العربية. أما عن المستشرق الدكتور جرمانوس اللي بعد ما أسلم سمى نفسه عبد الكريم جرمانوس، قال في وصف الملك عبد العزيز: هو الملك الذي جرد السيف في سبيل دينه وعقيدته، يجمع في طبيعته روح الحرب والسلم، لا يقاتل الناس ولا يعتدي عليهم، إنما يحارب الجهل ويقاتل الجمود ويكافح التأخر. وفي حوار مع الشيخ حسن بن غشيان أحد رجال الملك عبد العزيز اللي لازموه في الحرب والسلم، يقول: بنى الملك عبد العزيز علاقته بالناس على التقوى وخوف الله في رعيته، وهو مع قادته شديد القوة، لأنهم يقدرون حنكته في أصعب المواقف ويؤمنون أنه قيادي فذ. أما عن وصفه على لسان أبنائه، ذكر الملك سلمان والده بقوله: الملك عبد العزيز رجل متعدد المواهب ومتعدد الصفات، ومن استطاع أن يوحد بلاده من قبائل وشعوب لا بد أن يكون له مواهب خاصة. ويجب أن نعرف أن أهم خصلة للملك عبد العزيز هي إيمانه بالله، لأنه اعتمد على الله عز وجل ثم على أبناء شعبه لتحقيق ما يصبو إليه من عمل مجيد أدى إلى أن تصبح هذه البلاد بفضل الله بلادا تحكم كتاب الله وسنة رسوله وتقوم على مبدأ التوحيد.